في ثانية الدنيا مطرت. وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. يا رب كل واحد يحقق اللي نفسه فيه. ويا صباح الفل على أحلى ناس ومن مكان جديد ووهم وتحفة. النهاردة وصلت على الحدود ما بين روسيا وألمانيا. أنا في ألمانيا بس دي مكان يعتبر جنب الحدود. أنا قلت روسيا، روسيا إيه؟ جنب الحدود النمساوية. تمام؟ بصوا بقى المناظر عاملة إزاي. إحنا إن شاء الله المفروض هنروح نقضي اليوم النهاردة. يعني هو أصلا يوم واحد. أنا مسافر ال9 يورو تيكت دي، فمسافر حوالي 13 14 ساعة بال9 يورو تيكت. كذا قطر ركبته بس الحمد لله وصلنا. المفروض بقى ان انا عايز اروح اوريكم المكان اللي انا هقعد فيه ان شاء الله. بصوا هنا المنظر عامل ازاي. بصوا كده فوق. انا معرفش انتوا شايفينه ولا لا، بس في تلفريك. التلفريك ده بيطلع لفوق خالص، واللي انا فهمته ان القطر ده بيطلع لفوق. معرفش ازاي، بس انا بتهيألي التلفريك هو اللي بيطلع لفوق خالص فوق الجبل. بصوا بيبقى فوق الجبل كده ويبقى السحاب مغطيك. انا ان شاء الله برضو دي عايز اعملها، بس انا شايف ان دي حابب اعملها في الشتاء الصراحه، لان فوق بيبقى تلج مع السحاب، بيبقى المنظر لطيف جدا يعني. تعالوا دلوقتي اوريكم انا المفروض هروح فين. بصوا ده كده اهو المكان اللي بيتركب منه التلفريك دوت. تمام، وبتفضل بقى ماشي. بص بقى لحد لما تطلع فوق عند السحاب ده، وتطلع فوق خالص كده. فظيع، منظر فظيع. بصوا التلفريك راجع اهو خلاص، هيروح على الريوف. ده مليان ناس كتير قوي، بس طبعا المنظر واضح من فوق جميل. بس الصراحة انا عايز اروح لهذا الفيو والبحيرة. البحيرة على يميني هنا. في ناس بقى بتأجر زي اللي هو بتاع اللي بيقدفوا بيه ده، ويدخلوه في المية وياخدوه ويخشوا فيه في وسط المية. هل نقدر نعمل حاجة زي كده؟ عايزين نشوف، عشان أنا عايز أعمل حاجة زي كده. بصوا منظر الجبل أصلا عظيم. كافيهات على البحيرة فكرتني والله العظيم بشرم الشيخ وكده. وده احنا برضه شرم الشيخ وده بحاجة عظيمة برضه يعني، ما نقدرش نتكلم. اهو مكان بقى. بصوا المنظر بتاع البحيرة، بصوا الجمال، حلاوة، تحفة. طيب انا البوتس اللي ورايا دي اجرت واحد منهم 15 يورو الساعة، وهقدر بقى ان انا اخده في المكان التحفه ده، هقدف بيه يعني، واقدر كمان انزل ميه اعوم. هناخده وهنقدر بقى ان احنا نمشي بقى كده ونستمتع بالعوم وسط هذا الجمال. احلى حاجه برضو في الموضوع ان الواحد جاهز. انا لابس المايو اساسا ومعايا الشنطه دي فيها كل حاجتي. هنخش ناخد البتاع ونعوم على طول. بصوا اللون بتاع الميه ازاي جميل. بصوا ازاي الدنيا تحفه. بصوا انا هتمشى شويه كده بالزودياك ده، واروح نقطة في الميه اكتر ما بعدها نقطة. اصلا نفسي انزل الميه بقالي زمن. بصوا المنظر. لا تحفة المنظر، تحفة المنظر. تحفة بجد، حاجة كده يعني، حاجة كده مش ممكن. بصوا منظر السحاب مع الجبل.
بجد بجد مكان حلو جدا. وممكن بقى بعد لما تخلص كمان تطلع تقعد من الميه تأنتخ أنتوخة كده هنا وتستجم مع جمال الطبيعة. المية تلج بس تحفة جميلة جدا جدا. الواد اللي بيتكلم ورايا ده سألته المية ساقعة؟ قال لي لا مش ساقعة. نزلت لقيتها تلج. قال لي تلج صح؟ مش قال لي مش ساقعة، ساقعة جدا. بس تعالوا نكلم من التأديف بالمركب. بصوا برضو الناس بتروح تقعد هناك اهو. ده اللي انا هعمله ان شاء الله بعد لما ارجع المركب. برضو اروح اقعد هنا كده في الحتة دي وانزل برضو المية تاني. عذرا لمنظر الشعر اللي طالع في الكاميرا بعد ما خلصنا الساعة بقى اللي بالبوت دي. في بقى كذا سبوت الناس بتعمل هنا هايكنج، وفي كذا سبوت بقى عشان تنزل ميه. عشان انا لسه هنزل تاني عشان انا ما خدتش كفايتي من الميه. بصوا الحته دي ايه الجمال ده. دي سبوت تانية بس برضو مش دي اللي انا شفتها. فكرة ان المكان يرد الروح بجد. يعني حلاوة وجمال المكان تخلي الواحد يريليز كده لو عندك ستريس بقى ولا اي حاجة. يعني انا بالنسبة لي الصراحة كنت جاي ضارب مشوار 12 13 ساعة، كنت خلاص هلكت. انا زي ما قلت لكم هو الموضوع مش احساس 13 ساعة، معرفش ليه. يعني يمكن عشان نمت في الباص. بس ما ركبتش اصلا بس يمكن عشان نمت في القطوره. ولكن برضه كان الموضوع مرهق، يعني كان في شويه ارهاق. فكونك بتيجي هنا تقعد تنزل ميه وتريليز كده، لا موضوع جميل يعني. المهم خليني برضه اوريكم الايه الفيو اللي الواحد بيبقى شايفه وهو رايح للسبوت اللي انا عايز اروح. هنا الخلايج على فكره كتير كمان ما شاء الله، يعني السعوديين والاماراتيين بيجوا السياحه يعني. بصوا يا جماعه الزرقان بتاع الميه ازاي جميل، تحفه تحفه تحفه. وصلت بقى للسبوت اللي انا بتكلم عليها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. يا جمال الطبيعه والله العظيم يا جماعه، حاجة مش ممكن، تحفة. هفرش هنا كده وانزل المية. المكان وهمي يا جماعة، بالذات المنظر الجبل ده مع البحيرة. مكان وهمي، وللأسف الدنيا هتمطر تاني. فهي مطرت النهاردة الصبح وانا كنت خايف اصلا معرفش انزل، بس الحمد لله لا انا نزلت. هضطر ان انا اقوم امشي. وهو ده النهارده اصلا كان الفيديو عن هذه الليك بس كده. واشوفكم في فيديو جديد. اعملوا سبسكرايب يا جماعه. في ثانيه الدنيا مطرت. وتشاء انت من البشائر قطره ويشاء ربك ان يغيثك بالمطر. يا رب كل واحد يحقق اللي نفسه فيه.